هو انا بجد بالنسبه لك مجرد صاحبه مراتك؟ ما بتحسش من ناحيتي باي حاجه تانية؟ حاجه تانية ازاي يا زينه؟ ما تتكلمي على طول مره واحده. بهاء، انا عارفه ان انت ممكن تستغرب جدا الكلام اللي هقوله دلوقتي، وعارفه ان ماليش حتى الحق ان اقوله، بس انا بحس من ناحيتك بحاجه غريبه، حاجه مختلفه، وكانك حاجه مهمه قوي في حياتي. ده اذا ما كنتش اهم حاجه. انا بحس يا بهاء ان انا معتمده عليك، وكانك مسؤول عني، او ان انا ما اقدرش اكمل حياتي من غيرك. انا عارفه ان المشاعر دي مش طبيعيه، وما ينفعش احس حاجه زي دي، بس صدقني غصب عني. انا اتضايقت جدا لما عرفت ان انت مسافر، حسيت ان انا مش طايقه الدنيا هنا اصلا. زينه انت فعلا انسانه مختلفه، وعكس طبيعه مراتي. انسانه مرحه وبتحب الهزار وبتفهمي غلاستي، مش تقليديه يعني. بس ده مش معناه ابدا ان انا ممكن افكر فيكي بشكل مختلف. وحتى لو افترضت ان انا عندي 1% مشاعر من ناحيتك، انا دايما بفكر نفسي ان انا متجوز، وان انت صاحبه مراتي، وان انت بالنسبه لي مش هينفع تكوني اكتر من اختي. اختك؟ ماشي يا بهاء، تمام. ايه بقى كنت عايزاني في ايه؟ خضتيني.